السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة البليلة. انا معايا كوبايتين من القمح المجروش، غسلاه ومنضفاه ومنقياه ونقعاه لمدة 4 ساعات. القمح المجروش دي يا جماعة موجود في العطارة او في السوبر ماركت. بعد ما نقعته هصفي من على المية واخده تحت المية واديله غسلة نضيفة تاني. بعد ما نقعته هديله غسلة نضيفة تاني تحت المية بالشكل ده، ونزلت بيه في الحلة. وبعد ما نزلت بيه في الحلة هنزل عليه بالمية المغلية زي ما انتوا شايفين بالشكل، شايفين نضيف وجميل وميته رايقة عشان انا مديله غسلة نضيفة تحت المية. ونزلت عليه بمعلقة من الرز انا غسلاه ومنقياه ومديله غسلة نضيفة ومخليه الرز زي الشمعة البيضة. كل ما نغسل الرز ويبقى شاي زي الشمعة البيضة بيخلي معانا البليلة بيضة وشكلها جميل. اشيل الريم من على وش البليلة بتاعتي علشان الريم دي يا جماعة بيسمر معايا حباية البليلة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وادي شكل البليلة بتاعتي بعد ما استوت، مفلفلة وجميلة ومفيش حباية ماسكة في حباية ولا الرز معجن فيه ولا باين فيه. حطيت اللبن بتاعي على النار، هديله غلوة وهنزل فيه بكوباية من السكر. والسكر تبع الرغبة عندك، عايزة تزودي سكر عايزة تقللي السكر تبع رغبتك عندك. واديله تقليبه وادوب فيه السكر. وجبت الاطباق بتاعتي ونزلت فيها بمعلقة من الفستق، ونزلت بالمعلقة البليلة. طبعا هنزل بمعلقة البليلة يا جماعة حسب الطبق بتاعك، ما نزودش ولا نقلل. طبق ايه الطبق بتاعك. ونزلت بشوية كده من جوز الهند المجروش وشوية من الفستق وشوية من الزبيب ومعلقة القشطة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ورشة من القرفة. ونزلت بمعلقة السمنة البلدي. والسر بقى يا جماعة ان احنا نحط الفانيليا على البليلة وهي في الطبق بتاعنا. والسر التاني هي رشة القرفة ومعلقة العسل الابيض اللي احنا نزلنا به بالشكل ده. هما دول اللي بخلوا طعم البليلة معانا زي بتاعة المحلات بالظبط وبالتمام. وادي شكل البليلة بتاعتي بعد ما خلصتيه. حبايب قلبي، ودي كانت حلقتنا النهاردة. عملنا مع بعض البليلة زي المحلات بالظبط وبالتمام. اهلا ومرحبا بكم معايا في مطبخي، مطبخ ام اسلام رقم 1. اتفضلوا معانا في مطبخ ام اسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.